في قضايا كتير بنسمع عنها بتخلينا نسأل نفسنا ازاي ممكن الغلط الصغير يتطور لحد الجريمة الكبيرة. النهاردة معانا قضية من محافظة الجيزة، قصة مرات أب خانت جوزها والجريمة انتهت بشكل صادم جدا. تعالوا نبدأ الحكاية مع بعض. فايزة اتجوزت راجل مطلق وعنده بنتين، البنتين عايشين معاه بعد ما أمهم ما اتجوزت وسابتهم. الراجل اتجوز فايزة علشان تساعده وتربي البنات. البيت ده اللي كانوا قاعدين فيه 3 أدوار، الدور الأرضي معمول للأكل والقعدة وإن البنات يناموا فيه. قصاد البيت كان فيه سكن واحد شاب اسمه محمد، هو كان متجوز ولكن كان في الوقت ده كان عازب وشغال سواق ونش في المعمار. من أول ما شاف فايزة وهو عينه جت عليها، لدرجة إنه حاول يديها هدية بسيطة، لكن جوزها مسك الموضوع وحصلت خناقة كبيرة والناس في الشارع اتلموا وحكموا على محمد ده إنه يسيب الشارع بتاعهم خالص ويروح يسكن في شارع تاني. وفعلا محمد مشي، لكنه فضل متعلق بفايزة. نقل في الشارع اللي وراهم وجاب مراته وولاده علشان محدش يتكلم عليه، لكن كان بيرجع يقعد على القهوة اللي قدام بيت فايزة وكل يوم عينه عليها. وفي يوم قدر يقابلها لوحدها وقال لها أنا حبيتك من أول يوم شفتك فيه. الغريب إن فايزة ما رفضتش ولا زعقت ولا زعلت منه، بالعكس بدأت تميل ناحيته. ومن هنا بدأت الكارثة، اتصالات ومواعيد، معرفة بمواعيد جوزها بيجي امتى وبينزل امتى. وكل ما البيت بيكون نايمين البنات وجوزها كانت تفتح الباب لمحمد بالليل ويدخل. العلاقة دي استمرت فترة طويلة لحد ما في مرة واحدة من البنات صحيت وشافتهم. فايزة حاولت تقنعها ان ده كان ابوها ويمثل انه اتكسف منها وكده، فعشان كده الدارة يعني. والبنت صدقت، لكن بعد كام يوم البنت صحيت تاني، والمرة دي اتأكدت ان الراجل اللي مع مرات ابوها مش ابوها. صرخت وقالت هقول لبابا. وهنا محمد فقد السيطرة على نفسه وخاف من الفضيحة، مسك البنت وكتم نفسها وكتم صوتها جامد. فايزة جريت جابت له سكينة وانتهى الأمر بجريمة بشعة. مش بس البنت دي، أختها كمان صحيت وشافتهم، مصيرها كان نفس المصير. فايزة اتظاهرت إنها مصدومة، صرخت ويعني صحت جوزها هو ونايم وقالت له أنا سامعة صوت تحت. جوزها نزل، أول ما نزلوا لقوا البنات مقتولين، والمشهد كان صعب يتوصف. الشرطة وصلت ومن أول لحظة شكوا في مرات الأب، ومع الضغط عليها اعترفت بكل حاجة وقالت إن محمد هو اللي عمل كده. القبض على محمد ما كانش صعب، لكنه في الأول أنكر وقال أنا عمري ما بصيت لها ولا أعرفها، ده هو في يوم جوزها اتبلى عليا وأنا سبت الشارع خالص عشان أريح دماغي. بس بعد التحقيق اعترف ومثل الجريمة، ومثلها بنفسه ونزل الشارع ونزل البيت بتاع جوز فايزة ومثل فيه الجريمة كاملة. المحكمة حكمت بالإعدام على الاتنين وفعلا تنفذ فيهم الحكم. الخيانة عمرها ما كانت حل، واللي بيبدأ بغلط صغير بينتهي بكارثة كبيرة. البنتين ملهمش ذنب، لكن دفعوا ثمن خيانة مرات أبوهم وعاشقها. القضية دي دليل إن السر اللي بيتخبى جوه بيت
وفاكرين ان الموضوع عمره ما هيتكشف. لا، بيظهر في يوم من الايام، بس ساعتها بيكون التمن غالي جدا جدا. وكده تكون انتهت حلقة النهاردة. استنونا في الحلقات اللي جاية، ولكن اطلب منكم تعملوا لايك للفيديو وتقولوا لنا رأيكم في قصة او في الجريمة بتاعت النهاردة. مين كان فيهم الغلطان؟ هل الزوج كان غلطان انه ما كانش متابع مراته وبناته كويس، خاصة فايزة، انه جاب واحدة ما يعرفش تاريخها وما يعرفش هي بتكلم مين دلوقتي؟ وحكم السن، هل ليه عامل فعلا ان الزوج انه كبير في السن ده بيفرق فعلا، يخلي الواحدة ممكن تفكر في شاب يكون من سنها يعوض الحنان والحب يكون في فقداه بينها وبين جوزها، وان جوزها دايما بيكون في الشغل. شاركونا برأيكم واستنونا في الحلقات اللي جاية. مع السلامة.